مساء الخير، حبيت أفيدكم بنوع من أنواع الكباب، كباب الخضار. أنا أسميه كباب البروكلي. كباب مفعم بالطعم جميل، بالطعم الرائع، ومفعم بالفائدة، وممكن أن يعني يصير بدون لحم، يعني هو بس خضار ويصير لونه يخبل وطعمه يجنن. حبيت أفيدكم بيه. هو عبارة عن بروكلي ينثرم باع بسهولة بالثرم، يعني بس هيك تسوي له كل هاي الثرم بثرمة وحدة، يعني بس هيك زين. كلش سهل بالثرم. نثرمه كله، وكل هاي المواد نثرمها سوا، نخلي طحين ونخلي نشا وملح واي بهار، اي نوع تحبوها، تحبون كاري او اي شيء، اي نوع تخلوه تقلوه يطلع مقرمش وطعمه وريحته ولا أروع. أتمنى تستفادون من عندي، لأن هو كلش مفيد وكلش بفوائد هواية. فاغتنموا، هسه موسمه، اغتنموا وطبخوه، وهسه شوفكم النتائج تجنن. وهاي الخضار كلها بعد الثرم، بعد الثرم كل الخضار، البصل والطماطة والكرات والمعدنوس والبروكلي، يعني هواية خضار خليت بيها. هاي الخضار كلها راح اخلي فوقها نشا وطحين وملح وشوية بهار اذا عجبني، يعني عن نكهة. بعد ما ضفت البهارات والطحين والنشا والملح، راح نخلط كل المكونات مع بعضها.